قصتنا لليوم غريبة شوية. والله مو غريبة شوي، والله غريبة مرة يا اخوان، غريبة مرة بشكل عجيب. كيف انه شخصيتنا اليوم راحت من مكان للثاني. ما بطول في المقدمة، خلينا نخش في المقطع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انا عمر عبد الرحمن، وقصتنا اليوم عن الصحابي سلمان الفارسي. اوف يا اخوان القصة كيف قوية اليوم. سلمان الفارسي هذا ولد في ايران في اصفهان، وابوه كان رئيس المنطقة. مين قدك يا سلمان الفارسي؟ لا مو من قده، لانه كان تعيس الحظ. صح انه ابوه كان رئيس المنطقة، لكن ابوه كان يحبه حب مرة شديد. كان يحبه ابوه بعمر، هذه حاجة حلوة. الشيء لا زاد عن حده، ايش صار فيه؟ قلب ضده على طول. ابوه من كثر ما كان يحبه كان يحبسه في البيت عشان لا يطلع يصير له شيء، فعاش طفولته كلها في البيت، ما يشوف الا ابوه واهله الحرس بس، كانه ما في عالم خارجي. وطبعا سلمان الفارسي وقتها واهله ابوه كل القبيلة كلهم كانوا يعبدوا النار، كانوا مجوسيين او مجوس. في يوم من الايام ابوه قرر يرسله عشان ايش؟ ينتبه على البستان كذا، بس برا بيتهم مو بعيد. الظاهر الابو هذاك اليوم كان تعبان، فقال لك ابارسل ولدي اللي هو سلمان الفارسي يروح بالله شيك لي على البستان، شيك لي على الامور كلها، يعني اسقي اذا كان في شيء يحتاج سقي الى اخره. فسلمان الفارسي بالفعل طلع، ولما طلع من البيت راح عند البستان سمع صوت لفته شويه. كان الصوت صادر من فين؟ كان صادر من كنيسه قريبه من بيته. فجاله فضول، قال لك ايش الصوت هذا؟ واتجه باتجاه الكنيسه، وبالفعل سحب على البستان، سحب على اوامر ابوه، راح للكنيسه ودخل كذا يطالع ايش العالم ذا، مين الناس دول، وبدا يسمع مو التلاوات، اللي هو الكلام حقهم اللي يقولوه والاغاني اللي ينشدوها. فسلمان الفارسي عجبه الوضع، حتى طول عندهم، يعني مو راح كذا سمع وبس وكذا، لا طول، راح قاعد معاهم وتعلم عن دينهم، وذولاك كانوا مسيحيين. فالمهم مرت ساعات وسلمان الفارسي قاعد عندهم الين ما الشمس غربت. لما الشمس غربت استوعب سلمان الفارسي وقال خليني ارجع البيت خلاص. فلما رجع البيت مين استقبله عند الباب؟ ابوه شخصيا. وين كنت يا سلمان؟ هذا كله قاعد عند البستان. فسلمان الفارسي رد عليه قال له لا والله انا بس سمعت صوت في مكان قريب، هذا كنيسه والظاهر جوتها في شيء اسمه مسيحيين، هم انصار ما ادري، وعجبني الجو عندهم، فرحت قعدت عندهم. من ابوه كان يعبد النار، كان مجوسي. قال له مسيحيين مين؟ وكنيسه ايش ودى اهلك انت هناك؟ ولانه كان يحبه وخايف عليه قرر يحبسه في الغرفه، ومو بس كذا حتى يكلبش رجله عشان ما يتحرك مكانه، ما يقدر يخرج من البيت. فمرت الليالي على سلمان الفارسي، هو يفكر ويتأمل انه طب ليكون في دين ثاني غير ديننا، يا ربي فين الصح وفين الغلط؟ هل عبادتنا للنار هي الصح؟ طب يا ربي انا سمعتهم في الكنيسة يعني يقولوا كلام جميل، يمكن دينهم هو الصح. فبدأ الفضول يعتريه وبدأ يبحث عن الحق. وطبعا في اليوم اللي سلمان الفارسي راح فيه للكنيسة قبل ما يكفطوا ابوه، سألهم عن دينهم وسألهم فين ممكن الواحد يتعلم هذا الدين. فدلوه قالوا له لازم تروح الين الشام. طبعا هم كانوا في ايران، فين ايران والشام بعيدين عن بعض، لازم تروح الين الشام، هناك في الشام يعلموك الدين الصح. فهو قاعد يفكر في غرفته مكلبش وكذا، يبغى يروح الشام اخونا في الله. انت ما تقدر تروح الصاله في بيتكم، تبغى تروح الشام، لا اله الا الله. بس لكنه كان مصمم، كان مصر. فوصلته اخبار انه في جماعه جو من الشام، تعرفوا كانت في زي التجاره بين الدول، ففي قافله وصلت من الشام لايران جايه تخلص كم حاجه، تاخذ اغراض وترجع مره ثانيه للشام. فسمع عنها فارسل رساله لهذه القافله بطريقه معينه، بطريقه من الطرق. قال لهم وانتم ماشيين خذوني معكم، بس بلغوني قبل ما تمشوها عشان انا اقدر افك نفسي. وبالفعل عرف الموعد اللي هم ماشيين فيه من ايران رايحين لين الشام، وحاول من هنا الين ما قدر يفك نفسه وقدر يهرب من البيت. يا الاكشن، راح مع القافله حقت الشام من ايران اصفهان الين الشام. شوفوا كيف الاصرار لما الواحد يكون خلاص الفضول يعتريه. الله على كلمه يعتريه يا عمر. تبغوا تعرفوا ايش صار وقتها؟ راح اقول لكم، بس انا ابغى منكم طلب بسيط يا اخوان، تحطوا لايك على المقطع. انا اقعد احكيكم كل يوم واجمع لكم القصص، ومونتاج هذه القصص ياخذ وقت. حطوا زر اللايك، ما ياخذ من وقتكم ثانيه واحده، ويدعم القناه مره كثير ببلاش. ترى انا بقول لكم اللايك ترى ببلاش، انتوا حرين. المهم انا بكمل القصه وانتوا ضميركم زبد. وقاعد يسأل أهل الشام يقول لهم وين ممكن أتعلم عن المسيحية. فدلوه على واحد قسيس في كنيسة من الكنائس، قالوا له روح هناك. وبالفعل راح إلين عنده القسيس، قال له اسمع أنا فلان الفلاني جيت من إيران وجاي أبغى أتعلم عن دينكم، فتسمح لي أشتغل تحتك، أكون من ضمن الناس اللي معاك، وما أبغى منك فلوس، ما أبغى منك أجر، بس أبغى أتعلم دينكم. فأذن له هذا القسيس وأنضم لجماعة هذا القسيس. لكن القسيس هذا كان جايب العيد، كان نصاب كبير من الآخر، كان يروح عند الناس في الشام يقول لهم اسمعوا لازم
تدفعوا الزكاة ترى وتتصدقوا على المساكين. فكانوا الناس يروحوا يدفعوا الزكاة عنده، يدوا له الفلوس على اساس القسيس هذا يعطيها للمحتاجين. القسيس ايش كان يسوي؟ كان ياخذ فلوس الزكاة واغراضهم والذهب حقهم، يحفر حفرة ويخبيها فيه، يخبيها ياخذها له، نصاب كبير. وسلمان الفارسي كان يشوف هذا القسيس ومستغرب، هو ليش بيسوي زي كذا؟ فبعد فترة ما هي طويلة القسيس هذا مات. فلما جو يبوا يدفنوه عشان يكرموه، يدفنوه في الارض، التراب قصدي، جاهم سلمان الفارسي قال لهم هذا ما يستحق انه يندفن، هذا نصاب كبير. مسكوه كذا قالوا حبيبي كيف تتكلم على القسيس الكبير هذا؟ مين انت عشان تتكلم عليه؟ قال لهم تعالوا تعالوا تعالوا. اخذهم كذا وجابهم الينا الحفرة، فتح الحفرة كذا قال لهم شفتوا هذه فلوسكم، اخذ كل فلوسكم وضحك عليكم. الشاهد في القصة انه بعد ما القسيس هذا مات جابوا قسيس ثاني يصير محله، وكمل صاحبنا سلمان الفارسي هذا يتعلم تحت هذا القسيس بنفس الطريقة. وبرضه مرة ثانية فترة ما هي طويلة القسيس هذا قرب يموت، وهو كذا خلاص على فراش الموت. سألوا سلمان الفارسي قال له انت من بعدك انا وين اروح؟ ابغى ابحث عن الحق، لسه ابغى اتعلم. فقال له هذا القسيس انه في الزمن اللي نحن فيه ما عاد في الدين الصحيح، يعني ما عاد في ناس ايش كثير شطار ويفهموا تعاليم الدين وزي كذا، الناس اللي فيهم خير صاروا قليل، بس في واحد موجود في منطقة اسمها الموصل، وروح عنده هناك هو راح يفيدك. وبالفعل لما مات القسيس الثاني راح عند القسيس الثالث في الموصل، وبنفس الطريقة قاعد يتعلم عنده، وقال له انا بشتغل عندك كذا وما ابغى منك فلوس بس ابى اتعلم. وبرضه القسيس الثالث ما طول، كلهم كانوا شياب القسيسين ذولا، ما طول وجاء خلاص على فراش الموت بيموت. راح قال له سلمان الفارسي انا جيت من ايران ورحت عند القسيس الاول، وبعد القسيس الاول مات رحت عند القسيس الثاني ودلني عليك فجيت عندك، والان انت تحتموت تدلني على مين كمان؟ فدلوا على قسيس رابع، فراح عند القسيس الرابع ونفس الشيء القسيس وهو بيموت قال له يا اخي انا جيتك من فلان لفلان لفلان وصوني عليك ودحين انت بتموت انت. ما كان يطول عند كل قسيس والثاني، يقعد معهم فتره بسيطه وخلاص يبغوا يموتوا. فالقسيس الرابع قال له شوف روح عند قسيس في منطقه اسمها عموريه، وعموريه هذه كانت منطقه بعيده، هذه كانت يقال انها في جنوب تركيا في اخر الدنيا. مسكين قاعد يتنقل من بلد لبلد من قسيس لقسيس عشان يتعلم. شوفوا كيف اللي بيتعلم من جد، مو زي كثير من الناس انا منهم استغفر الله اقرا لي صفحتين في الكتاب خلاص فهمت خلاص. لا يا حبيبي مو كذا. راح عند القسيس اللي في عمورية فقال له انا كنت عند واحد دلني على واحد دلني على واحد لين ما دلوني عليك فانا الان عندك، ها قال له اقم عندي حياك. فعاش مع القسيس هذا فترة، فكان مقيم عند القسيس هذا اللي في عمورية وقدر يكسب بقرات بقر وقدر يكسب غنيمة. القسيس الاخير هذا خلاص جاء على فراش الموت برضه، كبر مرة. هو سبحان الله كل واحد عنده سلمان الفارسي يعني ما يطول يودع بسرعة كان. فهو على فراش الموت سلمان الفارسي قال له وين ترسلني؟ وهنا النقطة المهمة في قصتنا. قال له والله شوف أنا ما عاد صرت أعرف أي أحد من الناس الصالحة، من الناس اللي عندها علم، نحن جيلنا خلاص انتهى، لكن تراك أنت محظوظ يا سلمان الفارسي لأنك ولدت في الزمن اللي راح يولد ويبعث فيه نبي. ترى حتى في المسيحية الصحيحة المسيحيين عارفين إنه في نبي حيجي بعدهم اسمه محمد، وفي إسلام راح يجي بعدهم، وإنه محمد هذا خاتم الأنبياء والرسل. فقال له أنت الآن موجود في عصر في نبي حيبعث. فسألوا سلمان الفارسي مين هذا النبي وفين ألاقيه؟ طبعا أيام زمان ما في سوشيال ميديا، ما في هذا حسابه في الانستغرام تابعه، كان في وصف. قال له تعال أعطيك وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعدد له الأوصاف. هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين. أرض بين حرتين يعني المدينة المنورة، بينهما نخل به علامات لا تخفى. وبدأ يعطيه وصف عن النبي، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، يعني يقبل الهدية، لو أعطيته أكل كهدية يقبلها ويأكلها منك، لكن لو أعطيته صدقة جيت تتصدق عليه ما يقبلها منك. ركزوا في الكلام هذا مرة مهم ترى. بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل، يعني إذا قدرت تروح للبلدة هذيك وتستنى النبي يبعث روح. وبعدها مات هذا القسيس. فهذه هي الخمس علامات اللي لازم سلمان الفارسي يبحث عنها عشان يلاقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل حيلاقيه ولا لا؟ ايش راح يصير في قصته من الآن فصاعدا؟ خلونا نشوف. وعاش صاحبنا سلمان الفارسي فترة في عمورية، الين جو جماعة من الجماعات زي القافلة قال لهم سلمان الفارسي تاخذوني على أرض العرب جهة شبه الجزيرة العربية وأعطيكم البقرات والغنيمة اللي عندي. يبي يروح لين شبه الجزيرة العربية يدور على النبي. قالوا له يا مرحبا تفضل، وأخذوه معاهم وهم كانوا ناويين النية عليه. فبينما القافلة كذا ماشية في الخط في أمان الله، شافوا جماعة يهود ماشيين في الخط جنبهم، فحقون القافلة كذا طالعوا في بعض كذا
وغمزوا هم رموا غمزة، هم فهموا الهرجة خلاص، باتوا النية على سلمان الفارسي. سلمان الفارسي معاهم الغلبان، غمزوا كذا البعض كذا وراحوا عند الجماعة اليهوديين قالوا أقول لكم تبغوا عبد، عندنا عبد في القافلة. سلمان الفارسي قاعد يتأمل مناظر في أمان الله، فجأة كذا كلهم يأشروا عليه، أنا عبد من متى؟ مسكوه كذا مسكين وتلوه رموه على اليهود، قالوا شيلوا هذا عبد خذوه لكم. سلمان الفارسي يا ابوي ايش في يا ابوي، انا دافع لكم عشان توصلوني. اوه كذاب شيلوا عبد. اخذوا البقرات والغنيم حق سلمان الفارسي رموه لليهود كعبد ومشوا سحبوا عليه. حسبي الله ونعم الوكيل. عشان اهله وابوه موجودين في ايران، ما حد يعرفه في شبه الجزيره العربيه، شايفينه غريب قالوا خلاص عبد يلا ما حد حيدري. فسلمان الفارسي اللي كان ابوه يوم من الايام رئيس صار عبد. لا اله الا الله. عشان كذا ابونا وامنا يقولوا لنا لا تروحوا في الليل لحالكم، لا تركبوا مع الغرباء، اسمع النصائح من الاهل القاده، هم اهل الخبره الام والاب دائما. فباعوا سلمان الفارسي على واحد يهودي، وسلمان الفارسي ما كان يعرف هو فين اصلا، في نص الطريق كذا نزلوه وباعوه على واحد. فصار شغال عبد عند هذا اليهودي. وفي يوم من الايام وهو قاعد يشتغل كعبد، تعرفوا العبد لازم يكون عنده مهام يسويها، عنده شغلات سيده يتحكم فيه زبد. فيوم من الايام جاء ضيف على سيده، والضيف هذا كان يهودي، ويهودي كان من فين؟ من بنو قريظه. مين هم بنو قريظه؟ اللي كانوا في المدينه اليهود. فجاء سيد سلمان الفارسي باع سلمان الفارسي على ضيفه، هم كذا يبيعوا العبيد على بعض عادي. فاشتراها اليهود اللي من بنو قريظه. والله مسكين سلمان الفارسي الدهمل، يعني جاي يبحث عن الحق، يدور على النبي اللي يقول انه راح يبعث قريب، لا وصاروا يلعبوا فيه اليهود يبيعوه على بعض. فجاء اليهودي ذا اللي من بنو قريظه خلاص مشي من البيت، واخذ معاه العبد هذا اللي هو سلمان الفارسي وداه لين المدينه عند بيتهم. فسلمان الفارسي هو داخل المدينه قاعد يتامل النخل، الجبال. دقيقه هذا الوصف مو غريب علي، ليكون هذه هي ارض العرب اللي راح يجي عليها الرسول. بس وقتها النبي محمد صلى الله عليه وسلم لسه ما هاجر الى المدينه. قبل ما يهاجر فقعد صاحبنا سلمان الفارسي في المدينه عبد عند يهود بنو قريظه، وبينما هو شغال عندهم برضه يوم من الايام يجي ضيف من الضيوف. شوفوا كيف حياه سلمان الفارسي قاعد تروح يمين ويسار، ياخذوا ده وياخذوا ده ويروح هنا وهنا. فيوم من الايام وهو قاعد يشتغل كذا وينظف البيت حق سيده اليهودي، فجاه يدخل عليهم ضيف غريب، والضيف هذا يجيب لهم خبر من الآخر. فدخل شخص عليهم في البيت وبدأ يكلم صاحب البيت اللي هو سيد سلمان الفارسي، يقول له شكلك ما سمعت الأخبار، شفت بني قيلة متجمعين على واحد عند مسجد قبة، جايهم من مكة المكرمة يقول أنا النبي متجمعين عنده كذا ومبسوطين بجيته. إيش الكلام هذا؟ سلمان الفارسي قاعد يسمع الكلام، عينه خرجت من مكانها. واحد يقول إنه نبي، دقيقة لا يكون هذا النبي، لا يكون هذا اللي انا قاعد ادور عليه من زمان، جاي من مكة ويقول انه نبي على ملة ابراهيم. هذه نقطتين. وينه صار يلاحق الضيف بعد ما طلع من البيت، جري لين عنده برا البيت، قال له تعال ايش تقول؟ مين هذا اللي جاي؟ ايش قصته؟ فين المكان؟ فراح هذا الشخص لكم سلمان الفارسي بوكس في وجهه، بوكس قوي مرة، بوكس في وجهه سلمان الفارسي. انا نفسي اعرف اللي ضربه هذا ايش يحس. اتق الله، هذا عبد، هذا ابوه ملك، ترى دحين صار عبد ضعفان، ولا لو كان ابوه ملك لو في ايران والله لا يجلدك جلد، والله مو عشان ما يقدر يرد عليك تقوم تضربه بوكس في وجهه. المهم نكمل. حسبي الله ونعم الوكيل. قهرني وراح قال له انت مال اهلك، انت عبد، ما تسأل اسئلة كثيرة، مال اهلك، خليك في شغلك. طبعا سلمان الفارسي على بالكم قدر يمسك نفسه، ولا كانه اخذ بوكس وتهزأ على مسجد قبة، توجه على طول يبغى يشوف بنفسه، يبغى يتاكد بعينه. راح لين اتجاه مسجد قبة، وفعلا شاف الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وقتها، وحواليه الصحابه المهاجرين والانصار فرحانين انه هو جاء المدينه. فراح جمع له شويه اكل سلمان الفارسي، وراح الين النبي يبغى يتاكد هو النبي ولا لا، والقسيس وصاه. راح عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذا بشويه اكل، قال له انتم جايين علينا في المدينه وكذا، خذ هذه صدقه كلوها بالعافيه. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ما اكل منها، وقال لاصحابه انتوا كلوا منها، ما قبل الصدقه، ما ياكل الصدقه. هذه كمان نقطه. سلمان الفارسي هنا استوعب، قال لا خليني اتاكد مره ثانيه. فرجع لهم بعدين، وقتها قدهم مشوا من مسجد قباء، دخلوا لين جوه المدينه، فلحقهم سلمان الفارسي، وبرضه راح جمع شويه اكل كذا، وراح عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم مره ثانيه، قال له اسمع هذه مو صدقه، هذه هديه. راح اكل منها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واصحاب النبي بداوا ياكلوا منها. سجل عندك ياكل الهديه، هذه كمان نقطه يا كبير. بقي واحده بس، لو اتاكدت خلاص هو النبي. سلمان الفارسي يبغى يتاكد وخلاص يبغى يتجنن، قرب
يوصل للحق، قرب يوصل لإجابات أسئلته. أكثر من 10 سنوات متمرمط من دولة ودولة ودولة ومن قسيس لقسيس، واتاخذ كعبد وراح من سيد لسيد، الدهمل في حياته. بقي الحاجة الثالثة اللي لها علاقة بخاتم النبوة، وخاتم النبوة هي زي العلامة على ظهر النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل انه هو النبي اللي راح يبعث، زي الحاجة كده في جسمه. يوم من الايام سلمان الفارسي قاعد يتمشى، شاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مقبرة البقيع في المدينة المنورة. كان وقتها في زي العزاء والنبي كأنه راح يعزي او حاجة زي كذا، فراح سلمان الفارسي لين عنده وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يسلم كذا قاعد يطالع في جسمه. بعدين سلمان الفارسي كذا اعطاله ظهره كذا كأنه مو قاعد يدور على شيء، وراح من بعيد قاعد يطالع في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بيحاول يلمح ظهره، بيحاول يشوف يلاقي شيء هنا ولا هنا. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انتبه له، فراح كشف عن ظهره النبي محمد صلى الله عليه وسلم كأنه يقول شوف ايوه انا خاتم الانبياء والرسل. فلما شافوا سلمان الفارسي فك شري على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الله اكبر، راح عنده باس يده، اخيرا لقيتك، وبدا يحكي قصته من البدايه. انا كنت في ايران، ابويا مجوسي، وبعدين رحت الين الشام، بعدين من الشام لجنوب تركيا، من قسيس بعدين اخذوني عبد، بدا يحكي القصه بالتفصيل الممل. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبسوط وهو قاعد يسمع، ويقول له اخذوني عبد اليهود، وبعدين رحت عند بنو قريظه جابوني المدينه، وانا قاعد استنى وابحث عن الحق الين ربنا وصلني لين عندك. كل الظروف اللي مريت فيها وكل المشاكل والابتلاءات واني صرت عبد والوقت والصبر اللي قضيته، ربنا في النهايه وصلني لين عندك، سبحان الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انبسط ونادى كل اصحابه، صار يقول له اعد القصه. ومن ضمن اصحابه كانوا مهاجرين هاجروا معاه من مكه للمدينه، فكانه يقول لهم يعني شوفوا هذا جانا من فين. فتعرف على النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن قرب وقتها، وتعرف على الصحابه، لكنه وقتها لسه كان عبد لبنو قريظه، فمسكين ما قدر يلحق غزوه بدر ولا قدر يلحق غزوه احد لانشغاله بامور الرق اللي هو العبوديه، شغال عند سيده ما يسمح له يطلع. الين النبي محمد صلى الله عليه وسلم نوى وحب انه هو يحرر هذا العبد اللي هو سلمان الفارسي رضي الله عنه. فراح سلمان الفارسي عند سيده قال له بكم انا اقدر افدي نفسي، بكم اقدر احرر نفسي. كانوا وقتها العبيد يقدروا يحرروا نفسهم بمبلغ من المال، فكان في اكثر من طريقه يقدر الشخص يحرر نفسه بها على حسب سيده ايش يقول. واذا سيده يبغى يفكه كذا لوجه لا يقدر يفكه كمان. بس سيد سلمان الفارسي كان عارف انه هو مسلم، وعارف انه هو تابع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودي، فقام قال له تبى تحرر نفسك؟ كم تحرر نفسك؟ ابغى 300 نخلة و40 قطعة ذهب. لا اله الا الله. كأنه يتحداه يقول له يلا وريني كيف حتعتق نفسك، وريني كيف ربك حيعتقك. كأنه يتحدى الله سبحانه وتعالى ويتحدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطاه له شيء مستحيل صعب، 300 نخلة انتم متخيلين، وغير 300 نخلة 40 قطعة ذهب. يا راجل في ناس كان عتق ارقابهم انه تحريرهم كان بس بقطعة ذهب واحدة، هذا طلب فيه 40 و300 نخلة، يا الله. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب من اصحابه انهم يعاونوه، وقال صلوات الله عليه اعينوا اخاكم. فبدأوا الصحابة يتعاونوا ويجمعوا مع بعض، كل صحابي باللي يقدر عليه. صحابي جاب 30 ودية، الودية اللي هي النخلة الصغيرة لسه ما كبرت، واحد جاب 20، واحد جاب 15، كله قاعد يحاول يساعد الين قدروا الصحابة بقيادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يجمعوا 300 نخلة. جمعنا 300 نخلة، بقي الذهب 40 قطعة، الموضوع مو بسيط. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم جاب 40 قطعة ذهب وأعطاها لسلمان الفارسي على أساس إنه يعتق رقبته. وبالفعل سلمان الفارسي راح عند سيده، هذه 300 نخلة وهذه 40 قطعة ذهب، أمسك. وكذا تحرر سلمان الفارسي رضي الله عنه. وبالمناسبة سلمان الفارسي من أكثر الصحابة اللي كان لهم أدوار عظيمة في الإسلام، وواحدة من أبرز أدواره كان في غزوة الخندق اللي راح نتكلم عنها بكرة إن شاء الله، غير مجريات المعركة كاملة رضي الله عنه. سلمان الفارسي سنين الدهمل وهو يدور على الحق، يقال إنها توصل ل20 سنة، كل هذا عشان في النهاية ربنا سبحانه وتعالى يوصله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأشوفكم بكرة في قصة معركة من أقوى المعارك في الإسلام، غزوة الخندق، الساعة 10 في المساء. متفقين؟ نشوفكم على خير إن شاء الله. أنا عمر عبد الرحمن، سلام.